دراعي خط أحمر. حالات كتير بتستخدم هذه العبارة بعد عمليات استئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط، بالذات الحالات اللي عاملة تفريغ للغدد الليمفاوية، وتفضل تحافظ على دراعها بطريقة مبالغ فيها وتقول أنا دراعي خط أحمر، ممنوع ألمسه، ممنوع أعمل بيه أي مجهود، ممنوع يتعور، ممنوع أعمل بيه أي حاجة. هل الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده فيه جزء صح وفيه جزء كبير غلط. بالعكس، احنا دراعنا مش خط احمر خالص بعد العمليه، احنا دراعنا لازم نستخدمه بصوره طبيعيه، لازم نعمل عليه تمرينات معينه عشان نحافظ ان ما يحصلش تيبس في المفصل بتاع الكتف او يحصل اي تورم نتيجه تراكم السوائل او السائل الليمفاوي في الدراع. فبالتالي الدكتور بعدها بننصح المرضى ان هم يعملوا تمرينات معينه او جلسات علاج طبيعي معينه على الدراع عشان نحافظ عليه من موضوع التورم او التيبس نتيجه التليفات اللي بتحصل بعد الجراحه. وكمان بنقول شويه موانع كده او كام نقطه ممنوع المريضه تعملهم طول حياتها بعد عمليه استئصال او تفريغ الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط نظرا لوجود ورم سرطان. ايه هي التعليمات ديت؟ اول حاجه ان ممنوع حاجه تخترق الدراع، يعني ممنوع نركب كانيولا ونعلق فيها محاليل، ممنوع نسحب عينات دم او نحقن ادويه منعا باتا. يعني ما ينفعش احقن حاجه في الدراع، ما ينفعش اخد منه عينه دم، ما ينفعش اركب فيه كانيولا او امشي فيه ميه او محاليل. طيب، هل قياس السكر اللي هي الشكه بتاعت قياس السكر ممكن او لا؟ لو اضطرينا ليها ممكن، لكن لو مش مضطرين بلاش. طيب، قياس الضغط، هل ممنوع ان انا اقيس الضغط من الدراع ده ولا مش ممنوع؟ هو مش ممنوع منعا باتا، بس يفضل انه لا. يعني لو في امكانيه اقيس في دراعي التاني تمام، لكن مثلا عامله العمليه في الناحيتين هضطر اقيس الضغط في دراع من الاثنين، فهو مش ممنوع منعا باتا. ممنوع اعمل شغل البيت؟ لا، مش ممنوع نعمل شغل البيت، بس نتوخى الحذر، يعني نخلي بالنا ان ما يبقاش فيه جرح، ما يبقاش فيه تعويره كبيره. وطبعا ده قضاء وقدر، يعني لو حصل مش هنقدر نمنعه، او ما حدش بيروح قاصد ان هو يعور نفسه او يعمل جرح بسكينه او حاجه زي كده في ايده اللي فيها العمليه. فبالتالي لو دي حاجه حصلت هي مش نهايه العالم، ومش هيحصل باذن ربنا في اغلب الحالات بيها مشكله، بس لازم نتوجه للدكتور صح، وناخد ادويه مضاده للتورم، ونعالج الجرح صح في اسرع وقت ممكن. ولكن احنا مش هنقدر نمنع القدر. لكن فكره ان انا امنع ان اعمل اي مجهود بدراعي وان انا اثبته واعلقه واحافظ عليه وما اعملش بيه اي حاجه، بالعكس ده بيزود فكره التليفات اللي بتحصل تحت الابط، فبيزود التيبس وبيزود الخلايا التليفيه اللي بتحصل، وبيزود ترشيح الميه في الدراع ويخلي الدراع يورم، وبالتالي ما نعرفش نستخدمه بعد كده. والتورم حاجه نقدر نمنعها، لكن لو حصلت بنسبه كبيره او بقت متقدمه وعنيفه ما بنقدرش نرجعها لورا تاني. عشان كده احنا بنعمل وقايه للدراع من انه يورم، مش بعد ما يورم اجي اتعالج منه. عشان كده بقول للمريضات لازم تعملي التمرينات باستمرار عشان نمنع الدراع يورم، مش هنستنى دراعنا انه يبقى مورم ونيجي نعالج التورم، لان ده بيبقى علاجه صعب جدا. فالوقايه في اللحظه دي اهم جدا من العلاج، وبتحافظ على دراعنا بنسبه كبيره جدا انه ما يحصلوش اي مشاكل. فاحنا دراعنا مش خط احمر، نستخدم دراعنا صح بالطبيعي بتاعنا، ولا زياده ولا اهمال بزياده، ولا حفاظ بزياده عن اللزوم فيدخلني برضو في مشاكل احنا مش هنبقى حابينها. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.